اليوم غنشارك معكم نبطن الشوفلوغ اولا كفتة الشوفلوغ التونسيه، رافقتها مع اون صوص طوماط. قبل ما نشارك معكم الوصفه، الا بغيتوا تعرفوا على وصفات مغربيه تونسيه او عالميه، ما عليكم الا تشتركوا في القناه وما تنسوش انكم تشجعوني بجيم وكومونتير زوين. يلا نبداو. هنا في مغليان غندير شوريقه الدرنت، 4 دروس ديال الثومه، وغادي ندير الشوفلور على هذا الشكل، والبطاطا حتى هي، وغادي نزيد عليهم شويه ديال الملحه ونخليهم حتى يطيبوا على خاطرهم. درت شويه ديال الزيت النباتيه، عندي بصيله اللي قطعتها بحال هكا، نخليها تدبل شي شويه ومن بعد عاد نزيد فيها الكفيته. هنا عندي الشوفلور وداك البطاطا من بعد ما طابوا حطيتهم في هذا الكسكاس باش يتصفوا. من بعد ما بدات كتدبل ليا البصيله غادي نزيد الكفيته، غادي نزيد عليها شويه د المليحه، غير شويه، وشويه ديال البوافغ نوار، صافي هادشي اللي غنزيد عليها. نخليها تزيد مازال طيب شويه هي وداك البصيله ونطفي عليهم. بعد ما تحمرت ليا الكفته ديالي وطابت هي وداك البصيله، صافي طفيت عليها. ودابا غندوزو نكملو الوصفه ديالنا. غادي ندوز نكرازي الشوفلور ديالي مع البطاطا وديك الثومه. دونك دابا غادي ندوز نزيد داك الكفيته، نزيد المعدنوس، وغنزيد شويه ديال التابل، واحد 2 معالق نتاع الشابلور، وغادي نزيد عليهم الفرomاج. انا هنايا درت الموتزاريلا، ونحركهم بحال هكايا حتى ينسجموا ليا مزيان مع بعضياتهم. غادي نزيد شويه ديال بوفغ نوار وشويه ديال الخرقوم، وغادي نزيد بيضه، البيض كتزيدوا على حساب لا كونتيتي اللي عندكم. انا زدت غير بيضه وغادي نشوف واش خصني نزيد ولا لا. دونك دابا غادي ندوزو. هنا خديت شويه ديال الدقيق الابيض، وانا خديت الطبيس اللي فين نحط الكويرات ديالي. دابا غادي نبدي كنشكل بحال هكايا. تقدروا ديروا خبيزات كبار صغار اللي بغيتو على هذا الشكل هذا. ومن بعد ندوزهم هكا في الدقيق. على هذا الشكل هذا.
دونك دابا غندوزو نقليوهم. راني هنا من بعد ما شكلتهم. بسم الله. دونك دابا درتهم في الزيت وغادي نخليهم يتقلاو على خاطرهم. هانتوما من بعد ما طابو كيجيو بحال هكا.